عملت كيك وتاني يوم زاد منه. تعالوا أحكي لكم شو عملت فيه. حطيت الكيك بصحن غميق وراح أفتفته بهذه الطريقة، وهيك عندي صار جاهز. راح أضيف عليهم نص باكيت قشطة وشوكولاتة سائلة، وراح أحط عليهم حليب وراح أعجنهم، وهيك العجينة عندي صارت جاهزة. بالقالب راح أحط العجينة وراح أرصها بهذا الشكل بشكل متساوي مثل ما انتو شايفين هيك. راح اترك القالب على جنب وراح ابدأ بالخطوة الثانية. عندي هون 2 كوب حليب سائل، اضفت عليهم ظرفين كريم كراميل، ومعلقتين كبار سكر، ومعلقتين كبار نشا، ومعلقتين كبار كاكاو بودرة. حركت المكونات على البارد وراح ارفعها على النار. بدي استمر بالتحريك لحتى تغلي عندي المكونات، واول ما تغلي راح اضيف عليها نص باكيت القشطة وشوكولاتة، وراح ارجع احركهم مرة تانية، وهيك عندي صار جاهز. بدي أصب الخليط على الكيك وراح أتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة، وبعدين راح أدخله التلاجة لمدة ساعة. بعد ما طلعته من التلاجة خلطت قشطة مع شوكولاتة سائلة وحطيتهم على الوجه، وراح أزينه. طبعا ذوبت شوكولاتة بيضة وراح أعمل فيها خطوط بهذا الشكل. إذا ما حبيتوا تزينوا بهذه الطريقة بإمكانكم ترشوا على الوجه كاكاو بودرة، بصير مثل ما انتوا بتحبوا. دخلته التلاجة لمدة 5 دقايق بس، وهيك عندي صار جاهز. ما بتتخيلوا شو طلع طعمه طيب. وبنصحكم تجربوها، وصحتين وهنا يا رب. بتمنى تكون عجبتكم. يعطيكم العافية.